اروي لك قصه الليله حدثت اليوم. فيديو طلع على الواتساب، طفله صغيره قاعده تاكل شغله وابوها سالها شنو؟ اللي قاعد تاكل الكبده. كبده، قالت له كبده ابو بكر. يقوم لك احد رموز المعارضه اللي تكلمين عنها والتكتلات السياسيه وقاعد يبدع بتويتر على البنت وعلى اهلها وعلى كذا. انزين ونعال ابو بكر احسن منكم. يطلع له الخال البنت رضي الله عنه يقول له يبا وين رايح انت؟ احنا ناس سنه وهذا وين طيب انت يوم انك جيت اثرت هالضجه هذه طائفيه مذهبيه على شنو؟ يعني اذا كنت تعلم ما تفعل عفوا فانت مجنون خالص. اللي تقصده البنت عشان نوضح للمشاهدين، طلع ابو بكر طباخ مال اي بالضبط، طلع طباخ. انا الكبده اللي مسويها ابو بكر طباخ. انت صاحي مجنون، شو السالفه؟ يعني اذا انت ما تدري وقصوا عليك فانت لا تستحق ان تؤتمن على بلد. واذا كنت انت تدري ومسوي كذي لا بعد سواد وياك اكثر. شنو هالمنطق هذا؟ لا تجي تقول اعتذار وسحب وقال انا اسف. انا قاعد اقول لك الطبيعه السيئه فيهم، النزعه الشريره فيهم، على طول طار يبي يشعلها. هي طق بريك على شنو؟ المفروض لو انت انسان تحب هذا الوطن ومقسم على حمايته واحترامه، كان لما تشوف كذي تستر عليه وتقضب وتهدي، مو تروح تهيج الشارع وتسوي هالخبصه. هذا نموذج ثاني.